موت لي ده وده. موت يا معلم. يلا يا عم، ما هي بقت يلا يا عم اهو. موته اهو يا عم، اهو يا عم موته اخر نص ساعه. تتوقع ايه اللي هيحصل في اخر حلقه من Stranger Things اللي هي هتتعرض يوم 31 ديسمبر النيو ييرز ايف؟ كل ده انت حافظه كل ده عشان تقولي؟ بصراحه ما توقعش اي حاجه بسبب الحلقات اللي فاتت دي. مش منطقيه صح بصراحه. مش منطقي اللي حصل في السيزون ده من ساعه ما بدأ، وهو يعني حساه حشو احداث، بالذات الفوليوم 2 ده اللي هو نزل يوم الكريسماس ده. بصراحه يعني انا ديسابوينتد بطريقه مش طبيعيه بسبب اللي انا شفته. 3 حلقات من الولا حاجه بالظبط. اي حاجه عايزين نعمل مشهد جامد يبقى لازم نعمل قبليه مشهد الاتنين بيقعدوا يتكلموا فيه تلت ساعه ولا نص ساعه عشان خاطر في الاخر يهرشوا مثلا. ليه يعني ماكس قاعده مستنيه كل ده علشان تلاقي الجيت وترجع بقى في الحقيقه؟ لا انا عايزه اقعد بقى، قررت حالا اقعد ارغي بقى ساعتين مع هولي وانا قدامي البوابه خلاص وممكن تتقفل في اي لحظه، بس لا ادوني بقى ساعتين ارغي بقى. الحته دي ضحكتني قوي لو هي بتقول لها انا اسفه بقى انا هضطر امشي، انا اسف بس انتي حاولي تلاقي الحاجه اللي زي كيتي بوش. طب انا ما عنديش كيتي بوش. مش مهمك انت مش محتاجه كيت بوش. وحاولي تلاقي حاجه زي مثلا يكون حبيبك أو بس انا ما عنديش لوكاس. ما عنديش لوكاس يا ستي في ايه ده؟ غبيه جدا، ما عندهاش حاجه. قصدهم يطلعوها غبيه. انا مش عارفه الصراحه بصراحه هو حشو الاحداث. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. بالظبط والله بالظبط. اعمل الصح. حلقات ساعة ممكن تخلص في نص ساعة الا ربع بدون حشو. يعني احنا دلوقتي بنتفرج على المسلسل ده، عايزين مسلسل احداث واكشن ودراما وساينس فيكشن و11 تعمل كده وتقتل وديموجورجن وبتاع. ما تجيبولناش مسلسل واحد العالم بينتهي انا مش بحب الفتيات. طب انت يعني احنا ايه لازمه ده في القصه؟ ستوب. عندي اعتراف عايز اقوله. استنوا بقى، اركن بقى يا ابني العالم اللي بينتهي ده. انا لا احب الفتيات. ليه بتعملوا كده؟ وليه مصممين يطلعوا ويل ده سوبر هيرو يعني بجد؟ انا ما اعرفش ده مدي رشوه للمخرج اللي بيكتبوا، انا مش فاهمه اللي هم دافر براذرز دول علشان خاطر يطلع من اللي هو يعني ممثل من جانب ثانوي، مش ثانوي يعني من شخصيه يعني عاديه، مش هو البطل الاساسي او مش من الابطال الاساسيين. انت لاحظت يعني ان 11 لان هو بقى الاساسي لا مش اخده نفس ما هو. انت لاحظت ان 11 ما طلعتش في اي مشهد يعني قوي السيزون ده، سايبين لها كل حاجه للاخر. هي اتحولت لشخصيه ثانويه دلوقتي 11 ومع ما شفتلاش مشهد كده وهي بتعمل بقى الحركات بتاعتها دي لما كانوا في الابسايد داون وكانت بتحمي هوبر واختها دي. بالظبط. المشهد الوحيد اللي كان الاكشن اللي هو بالظبط لما دخلت الحته اللي تحت دي وكانوا هيتسحبوا في وساعات اللي هو كان عايزها وعايز مش عارف ايه وقالت خلاص بقى، وكان هوبر عايز يفجر نفسه. مش ده الاكشن الوحيد اللي ليه علاقه ب 11. لكن طول السيزون 11 مش موجوده، كأن 11 دي ولا حاجه. في ويل مش عايزه ويل. ومين ويل ده؟ مش مهتمه. ويل قفا ويل ابو قفا ويل ابو قفا دلوقتي بقى ليه قيمه. كان بقى قفا دلوقتي بقى كده اترقى صح كان كده دلوقتي بقى زي 11 من اصحاب الدماء الانف. لا بجد. بصراحه ديسابوينتد جدا. والسخريه بقى كلها. تعالي في السخريه المشهد بتاع ديموجورجنز دوجز لما دخلوا المستشفى عشان خاطر ياخدوا ماكس. يا لهوي يا لهوي بالله العظيم كارثه. اللي اسمه ايه اللي هو عشان بنسى الاسامي لوكاس. يعني ايه الديموجورجن جاي كده وجاي مديله بالشلوت؟ ده حاجه مش دي اغرب حاجه. يعني الديموجورجن ده بيبهدل الناس ويقطع وشهم ويعمل ده اداله بالرجل كده راح خلاص خاف. كنت اقفل الاسانسير مثلا اقفل الاسانسير. اعمل زي كل الافلام لما بتيجي حد الاسانسير بيقوم جاي قافل على ايده، قافل قبل ويقوم جاي خابط في الاسانسير فيعمل علامه من ورا كده قال يعني جامد وخلصنا. لكن عايز تقنعني ان لوكاس اداله بالرجل كده على اساس ان هو مثلا في الطبيعي كان ممكن الديموجورجن ده ياخد رجله مثلا. ما حاجه مش منطقيه الصراحه. الله يرحم يا سيزون ولا لما كانوا بيعملوا في البوتي منه. انا مش عايز اتكلم. والاغرب بقى من كل ده عارف ايه؟ دخلوا اللوندري اللي في المستشفى دي ولوكاس ماسك الكاسيت وفي مزيكا شغاله
والديمو دوجز قاعدين بقى يدوروا بقى فين احنا. طب والصوت انا ساعات كنت بتفرج عليهم بشجع الديمو دوجز يا جماعه الصوت اهو يا جدعان اهو يلا روحوا بقى موتوه. وعايز تفهمني ان اللي خلاهم ديستراكتد في الاخر كارين ويلر لما راحت حطت الثواني اللي هي اصلا تعبانه عيانه ومش قادره تتحرك، شالت البتاعه ونزلت بيها. خلي بالك هي كانت عندها في الاوضه فوق اصلا، كانت عندها في الاوضه ودخلت في صمت حطتها وقفلت باب الغساله وطلعت في صمت وشغلت مش عارفه ليه طول المسلسل بيكبروا لنا في حجم الديمو دوجز ده وقد ايه هم دي الناس يا اخي كائنات يعني ما فيش حد يقدر عليها، وفي لحظه اتحولوا كلاب كده. يلا شلوت يلا اتحولوا كلاب بلدي في الشارع ماشيين بقى كده كيوت وعمالين يشمشموا ايه ده. لا ده هزار بصراحه هكس عشان كده ما بتساليني دلوقتي بتقولي لي تتوقع ايه؟ لا ما اتوقعش. لا وثواني هو معلش هو المخرجين خايفين يموتوا اي حد من المسلسل ليه؟ يعني كان في فرص كتير جدا يموتوا اي حد من المسلسل. الاوضه اللي بتنزل الحاجات البيضه دي، اوضه الويب كريم دي ليه بقى؟ ليه ما فيش اي حد مات منها؟ دي كانت هتبقى منطقيه الصراحه لان خلاص ما فيش مخرج. بس انت عارفه اصلا قلت ايه؟ انا قلت مثلا يعني يا اما حد فيهم هيموت يا اما هيجي حد ينقذهم. الانقح من كده ان هو ينقذهم لوحده، ان الحاجه تنشف. يا الله ما اداناش يعني ما اداناش اي تفسير ان ليه ده حصل. هي نشفت. انا قلت مثلا كان المنطقي ماشي ستيف وداستن عرفوا يوصلوا لهم ويلحقوهم، لكن تنشف كده لوحدها ايه ده يا سبحان الله. وكالعاده قبل اي اكشن او بقى اي حاجه لازم الرغي بقى. انا كنت عايزه اعترف لك، انا عايزه اتقدم ليكي. انا كنت عايزه طب ايه ده؟ وانا كنت خايف من اللي مش عارف ايه، وفجاه خلاص يا جماعه انتوا ليكم مستقبل مع بعض وهتعيشوا وبتاع. ايه ده؟ ستيف ان هو كان هيقع من على السلم اللي كان بيحاول يطلع عليه ده، كان هيقع ويموت. لازم انقذه. لا داستن تعال انت صاحبي وما ينفعش ده يحصل وبتاع. بس الصراحه الاثنين الوحيدين اللي عايزه اللي بيعرفوا يمثلوا وعايزه ان هم يفضلوا في المسلسل ما يموتوش داستن وستيف. ارجوكم محدش يقرب من داستن وستيف. وحاجه كمان بقى، عارفه المشكله في ايه؟ ممكن هو بيجي بقى بتفاهته يجي على دول ويموتهم. ممكن والله. اصل فعلا هيعمل ايه؟ هتلاقيه مثلا في اخر حلقه بقى عشان يرضي بقى الجماهير كلها ماشي يلا نموت بقى 3/4 طب انا اسالك سؤال وننهي بيه بقى الجدال ده. انت تتوقعي ان في حد منهم في الاخر من الابطال كلهم حد هيموت ولا لا؟ تتوقعي او لا بس؟ ها اتوقع طيب انا باللي هما بيعملوه ده اتوقع لا الصراحه مش هيموتوا حد والدنيا هتمشي، بس هيبقى في معاناه. لو ما موتوش حد ده يبقى افشل مسلسل في العالم. ممكن يحصل حاجه زي ماكس اللي هي مثلا ايه حطوها في المستشفى كام سيزون كده ورجعوها في الاخر. خلاص مفيش فرصه تاني يعني مفيش يعني فرصه. لا بس ان هو ايه واحد يكون مش عارف حصل له حاجه لكن ما اظنش انه هيموتوا حد. لا انا اتوقع هيموتوا حد الصراحه. ولما موتوا حد في الاخر ان هو جاي في الاخر على اخر نص ساعه يعني إيه؟ ولا اخر ساعه واحنا بنلم الورق بقى في الامتحان. يلا بقى موت لي ده وده. موت يا معلم. يلا يا عم ما هي بقت يلا يا عم اهو موته اهو يا عم موته اخر نص ساعه موتهولي. المهم بس كده خلونا نتفرج على الحلقه ونشوف ايه اللي هيحصل. انا مش عايز احكم صحيح قبل اي حاجه وخليني هادي. خلينا نتفرج. انا مش عايز احكم ولا اي حاجه يا جماعه. نرجع كل حاجه مكانها. ماشي. مش عايزين نحكم. اسفين جدا. معلش على الحماس الزياده ده. احنا اسفين. مش عايزين نحكم طبعا باي حاجه وخلينا نشوف الحلقه الاخيره اللي هي هتنزل بكره ونشوف ايه اللي هيحصل. قولوا لنا بقى ايه رايكم في المسلسل لحد دلوقتي وتتوقعوا ايه اللي هيحصل في الحلقه الاخيره. وبس كده. باي.